السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. النهاردة هعمل لكم أكلة جديدة كلنا بنحبها وخصوصا الأطفال، وكمان جايبة لكم المكونات الأصلية بتاعتها هي البيتزا. طبعا هنا هنبدأ بالعجينة. أول حاجة ضفنا كوباية مية دافية، هنضيف عليها معلقتين خميرة ومعلقة سكر وهنقلب كويس عشان ندوب الخميرة، وطبعا هنسيبها شوية لحد ما نتأكد ان الخميرة كويسة. هنعرف ازاي؟ ان احنا طبعا هنلاقي الفقاقيع كده ظاهرة على وش طبعا هنا ضفنا عليهم 4 كوبايات دقيق، و4 كوبايات الدقيق دول هيعملوا لنا 3 صواني من البيتزا، حجم الوسط الكويس. هنضيف عليها معلقتين لبن بودر، ده طبعا بيخلي العجينة جميلة جدا. وهنضيف عليها نص معلقة ملح ومعلقتين 3 زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون هنعمل ايه؟ مش هنقف طبعا، لازم نتصرف. هنضيف طبعا اي زيت عندي نضيف كويس، وهنبدأ بقى نقلب العجينة بتاعتنا واحدة واحدة. هننزل بالمية، مش هينفع ان احنا نضيف المية كلها مرة واحدة. هنا بنقلب العجينة بتاعتنا، طبعا محتاجة لسه مية، برضو مية تكون دافية علشان تحسن الخميرة معايا وتسرع من الخميرة في العجين، دافية ما تكونش سخنة. بنضيف حبة حبة من المية. العجينة اتلمت معايا، عرفت ازاي؟ لقيتها انها كلها بقت قطعة واحدة واتلمت كلها من الطبق. هنغطيها لان لازم العجينة تتغطى. طبعا عندك ورق استرتش هتغطيها، ما عندناش هنقف، لا لازم نتصرف طبعا. ست بيت الشاطر لازم يبقى عندها كل الحلول. هنا هنلبسها كيس شفاف نضيف عندي او ابيض عادي، وهسيبها لحد ما تخمر وهنرجع لكم تاني. هنشوف بقى الخطوة اللي بعديها. عندنا طبعا هنقطع الخضار بتاعنا، قطعناه كده الفلفل، وده الفلفل اخضر. والنهارده بقى ليكم مفاجأة عندي. الشيف الصغير ابن زيزو بيحب يقطع معايا اول الخضار ده. كل ما ادخل المطبخ يقول لي يا ماما انا هاجي اقطع معاك يا ماما الخضار، اقول له تعالى هجيبه لكم دلوقتي وهو بقى يشرح لكم كان بيعمل ايه. هنا نقطع الطماطم شرايح برضو رفيعة. قطعنا كل المكونات بتاعتنا. وصل معانا. ازيك يا زيزو؟ الحمد لله. قول لنا بقى بتعمل ايه النهارده مع ماما؟ أنا النهارده بعمل البيتزا وبقطع الخضار ايوه. وبقطع الفلفل الاصفر، اه، وبعد الفلفل شرايح رفيعة يا زيزو. وانا حاضر يا ماما، وانا بقطع احلى منك. احلى مني يا حبيبي طبعا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. رب البيتزا تعجبكم ان شاء الله. هنا زيزو سابني وخرج، وهنبدأ بقى نبشر البصلة، بصلة صغيرة كده عشان هعملها تتبيلة للفراخ، عشان هعمل لكم النهاردة بيتزا بالفراخ. طبعا انتي حابة تعمليها بيتزا بالسجق، في كذا نوع من البيتزا. بيتزا بالسجق، بيتزا بالتونة، بيتزا بالجبنة بس، بيتزا بالفراخ، بيتزا بكرات اللحمة مفرومة طبعا. كل واحد وحسب طريقته، يعني الحاجة اللي بيحبها. هنا قطعنا الفراخ شرايح، وبعدين هنقطعها مكعبات صغيرة، وهنبدأ بقى نحطها في التتبيلة اللي هقولك عليها دلوقتي حالا. جبنا البصلة اللي احنا فرمناها، وهنضيف عليها ملح، فلفل أسمر، وبهارات. يعني ربع معلقة ملح، نص معلقة فلفل أسمر، نص معلقة بهارات. هنقلبهم كويس جدا مع البصلة عشان تبقى التتبيلة في كل في الفراخ. كده ضفناها على الفراخ، وهنبدأ نقلبها كويس في الفراخ عشان تتبل كويس. طبعا هنا ده قشر الليمون اللي انا كنت نقع فيه الفراخ،
وهنسيبها بقى تتبل شويه، وهنشوف الخطوه اللي بعديها. هنا جبنا الطاسه حطينا فيها الزيت عشان نعمل بقى الصلصه بتاعه البيتزا. انا عندي بعمل الصلصه دي وبشيلها جاهزه في الفريزر عشان وقت ما احتاجها اطلعها، وهبقى اقول لكم على الطريقه بعدين. ضفنا هنا ضفنا الصلصه على الزيت على طول من غير بصل ولا توم، وضفنا عليها توابل الفلفل الاسمر والبهارات والملح. واهم بقى تكه كده عشان تبقى الصلصه ناجحه معاكي، هنضيف لها طبعا معلقتين كاتشب. ده بيخلي الصلصه طعمها جميل جدا وزي الصلصه بتاعت بره بالظبط، متفرقهاش عنها. هنسيبها شويه على النار لحد القوام اللي احنا عايزينه، قوام تقيل شويه اهو كده كويس. القوام بتاعها كده كويس. هنشيلها ونبدأ نعمل بقى نحمر الفراخ. هنا جبنا طاسة تانية وحطينا الزيت او سمنة زي ما تحبي، هتبقى سخنة جدا. وهنضيف عليها الفراخ اللي احنا قطعناها وتبلناها عشان نحمرها. ما ينفعش نحط الفراخ نية على البيتزا خالص، لازم تتحمر. يا دوبك احطها في الطاسة وهسيبها، مش هقلبها كتير عشان خاطر ما تنزلش مية كتير. هنا طبعا نديها تقليبة كده، وهي فيها كل التتبيلة، مش محتاجة ان انا احط لها حاجة تاني ولا ملح ولا اي حاجة. ده الفراخ اتحمرت معانا وبقت كده السوا المظبوط. هنشيلها طبعا وهنروح بقى نشوف ايه الخطوة اللي بعد كده. هنا العجينة بتاعتنا هنشوفها طبعا خمرت كويس وحجمها تضاعف. هنحاول بقى نلمها من الطبق وهنقطعها بقى اجزاء على قد الصينية. قلت لكم ان هي هتاخد 3 صواني حجم وسط. نقطع العجينة، هناخد الجزء اللي احنا على قد الصينية اللي احنا هنعملها، وندهن الصينية زيت. ويا ريت محدش يقطع في الصينية بتاعته تيفال زي كده. ما تقطعيش فيها لا بيتزا ولا اي حاجة تانية، لان طبعا بنجرح الصينية. دي المشكلة اللي انا وقعت فيها، فحبيت ان انا انبهكوا ليها. بنفرد العجينة هنا واحدة واحدة على قد الصينية. طبعا العجينة عشان مخمرة معايا ومرتاحة بتتفرد معايا واحدة واحدة. لقيتيها بتلمي معاكي كل ما تفرديها، دي لسه عايزة ترتاح شوية. سيبيها دقايق كده في الصينية زي ما هي، وارجعي افرديها تاني هتلاقيها اتفردت معاكي بكل سهولة عادي، مفيش مشكلة. كل ما تخمر كويس كل ما هتبقى طرية معاكي وهتتفرد كويس. دي اهم حاجة. وتخلي السمك طبعا رفيع عشان تبقى زي بتاعت بره. وهنا بنغرز العجينة بالشوكة عشان ما تترفعش مني قوي. هنضيف عليها الصلصة، معلقتين صلصة. فردنا صلصة الطماطم مع العجينة، وهنضيف عليها جزء من الجبنة، وبعدين هنضيف عليها الفراخ طبعا اللي احنا حمرناها، وهنوزعها كويس على العجينة عشان ما يبقاش جزء فيه وجزء ما فيهوش، وعلى حسب ذوقك. حابة ان انت تزودي، حابة ان انت تزودي الفراخ زودي، حبة قليلة برضو براحتك. هنا بنفرد الفراخ في كل حتة، وهنضيف عليها الخضار. طبعا بقى الفلفل الالوان، فلفل احمر، فلفل اصفر، فلفل اخضر، وبتوزعيها في كل حتة واحدة واحدة كده وعلى مهلك. حابة تعمليها بيتزا ميني بيتزا صغيرة لأطفالك، برضو تقطعي حتت صغيرة وتعملي في صينية كبيرة جزء جزء. هنضيف الفلفل الأخضر، حاولي توزعيه وتشكليه كده في كل الصينية عشان ما يبقاش حتة فيها فلفل وحتة ما فيهاش، لا بتوزعيها كده براحتك وعلى مهلك. وما تنسوش طبعا اللايك والشير والمشاركة. واتمنى تكون البيتزا عجبتكم النهاردة. هنضيف عليها الطماطم، وهنضغط ضغطة بسيطة كده على العجينة بالمكونات عشان خاطر المكونات تلزق في العجين، ما تبقاش يعني اجي اشيل الجزء كده بتاع لما اجي اشيل الجزء بتاع البيتزاية ما يقعش مني المكونات. انا بضغط ضغطة بسيطة كده وبوزع عليها الجبنة الموتزاريلا. وهنستنى بقى ندخلها الفرن
وهرجع لكم تاني بعد ما تستوي. يعني استوت معانا البيتزا، طبعا السوا بتاعها جميل وريحتها جميلة جدا. هنقطعها سوا، ويا رب تكون عجبتكم، وانا جبت لكم ابسط وتوحشوني المرة الجاية، وانتظروني في الفيديو الجاي، هعمل لكم حاجة جميلة برضو تعجبكم. الناس الحلوة دي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.